في الحقيقة الماتش ديال البارح خلينا نطرحوا بزاف ديال الأسئلة، وما يمكنناش نبقاو تنهضروا بالعاطفة. ضروري خاصنا نهضروا شوية ديال العقل وشوية ديال الموضوعية. تقنيا المنتخب دخل مزيان نسبيا، كانت محاولات، كان تنظيم، ولكن مع مرور الوقت بان باللي كاين مشكل في وسط الميدان وفي اتخاذ القرار. كانوا شي لعيبيه اللي بينوا الدور ديالهم، وكاينين شي وحدين اللي كانوا خارج الاطار. وانا غادي نوصلوا للنقطه الحساسه اللي كتسناو نهضر عليها، هي التغييرات. وبصراحه لا أناحي ولا دياز ما كانش خاصهم يتبدلوا. دياز واخا ما يكونش في نهارو كيشد لك الدفاع وكيخلق لك فرص وكيخلق لك مساحات، وبالخروج ديالو قطع واحد الرابط هجومي مهم. أناحي كان هو العقل ديال الوسط، كيهد اللعب وكيقرا الايقاع، وملي خرج فقد الايقاع. في المقابل الصباري كان خاصو يخرج بكري، اداؤه كان ضعيف دون المستوى، مشات له الكره بزاف وما كانش عنده كاع شي تاثير واضح. والتاخير في التغيير خلق لنا مشكل تا هو. ونفسيا هنا كان الخطا اخطر، حيت ملي كتخرج لاعبيه بحال أناحي ودياز فراك كتصيفط رسائل سلبيه للمجموعه ولا للفريق. اللاعب اللي كيعطي مجهود كيحس بالظلم منين كتخرجو، واللي ما كيكونش مزيان ولا ما كيكونش المستوى ديالو مزيان ترتاح ذهنيا. دياز وأناحي لعيبيه اللي الثقه مهمه بزاف عندهم، واي قرار كيضرب في الثقه ديالهم كيأثر مباشره على الاداء الجماعي ديال الفرقه. ومن بعد التغييرات بان تردد، استعجال وضياع التركيز. ولكن واخا هادشي كامل خاصنا نوقفوا ونشوفوا الصوره الكبيره، حيت لحسن الحظ هذا الماتش هذا لاعبينه في المجموعات، ماشي اقصاء وماشي نهايه المنافسه. مازال عندنا الوقت فين نقراو الاخطاء، نصلحوا الاخطاء ونرجعوا اقوى. دور المجموعات مديور باش نتعلموا، والمنتخبات اللي كتدير البطولات هي اللي كتصلح راسها وكتقرا الاخطاء ديالها، ماشي اللي كتفرحك من ماتش واحد ولا تحطمك من ماتش واحد. وكاينين نقط ايجابيه واخا داك الشيء، الفريق ما استسلمش، الروح بقات حتى لاخر دقيقه، والرغبه موجوده. حنا كننتقدوا وغنتقدوا، ولكن كنآمنوا الدعم ديال الجمهور هو المفتاح دابا، حيت الضغط السلبي كيهرس والدعم كيقوي. نتعلموا من الاخطاء، نصلحوا شنو خاصو يتصلح، ونمشيو للقدام بثقه. طريق مازال طويله، وحنا غنبقاو مع المنتخب حتى لاخر دقيقه.